السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الاحتلال بدأ ينفذ الجريمة الكبرى، بدأ يهجر سكان القطاع. ابتدوا ب70 فلسطيني هجروا بالفعل قطاع غزة. ال70 فلسطيني دول مشكلتهم إنهم من دول أخرى أو مزدوجي الجنسية، يعني فلسطيني ومعاه جنسية أخرى، سواء مثلا نرويجية أو رومانية. أي فلسطيني معاه جنسية أخرى أو فيزا لدولة تانية هيهاجر. بدأوا بال70 فلسطيني دول. عملية التهجير دي تمت من خلال مطار اسمه رامون. وجت طيارة عسكرية من رومانيا نقلت 70 فلسطيني، ودتهم فين؟ ما حدش يعرف الوجهة فين، لكن هم جنسيتهم معاهم جنسيات أخرى غير الجنسية الفلسطينية. ما حدش يعرف رحلة الطيارة دي ذهبت إلى أين. أول تجربة تعتبر للاحتلال أو بداية ارتكاب الجريمة الأكبر. يا ريت تشاركونا بالتعليق أسفل الفيديو لو تم عرض الأمر على سكان القطاع، هيوافقوا ولا هيرفضوا؟ شاركنا بالتعليق، خصوصا لو أنت جنسيتك كمان فلسطيني أو جنسيتك من دولة عربية. شاركنا بالإجابة عن هذا السؤال. عاوز أقول لك شيء يعتبر خطير جدا. أول ما تمت عملية تهجير ال70 فلسطيني دول عن طريق طيارة عسكرية، الإعلام الإسرائيلي بدأ يتكلم عن الموضوع وبيحضر ان الموضوع مش هيقف عند كده. لازم تعرف ان الخطة الموضوعة من الاحتلال كذا حاجة. الخطة الموضوعة هي خطة بتاعت سوميتريتش، وزير المالية الصهيوني. قال لك احنا لازم نهجر 10,000 فلسطيني في اليوم. وبدأوا بالفعل بال70 دول وعمالين يسقفوا. بس دي تجربة علشان هم عايزين يهجروا 10,000 فلسطيني في اليوم الواحد. ليه؟ علشان يوصلوا في سنة أو خلال عام إنهم يكونوا هجروا كل سكان القطاع بالكامل. طيب نيجي نبص. الطيارة كانت طيارة عسكرية. ده نفس الشغل بتاع دونالد ترامب في تهجير الناس اللي عنده في الولايات المتحدة، يوديهم دول أخرى. فإسرائيل بتنتهج نفس سلوك دونالد ترامب في التهجير. طيب النهاردة صحيفة اسمها إسرائيل هيوم قالت على فكرة لو أنت فاكر إن دي بدعة إسرائيلية، هم عملوا عملية تهجير لسكان قطاع غزة فيها. يبقى أنت غلطان. الموضوع شغال من ساعة النكسة، يعني من 1948 أو النكبة تحديدا. إسرائيل بتعمل تهجير طوعي. بس يعني خليك معايا كده، الكلام اللي جاي خطير للغاية. ده مشروع قائم من ساعة النكبة، والصهاينة شغالين إن هم بيدوا فلوس للفلسطينيين يهجروهم. وبيقول لك بعد النكبة الإسرائيليين كانوا بيدوا فلوس للفلسطينيين يهجروهم لمثلا باراجواي ودول أمريكا الجنوبية، بحيث إن هم يعني يمشوا. والموضوع ده فضل شغال بشكل سري، والمشروع واضح إن هو طويل وما جابش نتائج كويسة. يعني السبب كان ان الفلسطينيين بعد ما هاجروا لدولة زي مثلا باراجواي اتوعدوا ان هم هيروحوا هناك وياخدوا اراضي وياخدوا مرتب شهري. بعد ما الفلسطينيين مشوا من اراضيهم وراحوا لباراجواي، لقوا لا فلوس ولا اراضي ولا اي حاجة، بدليل ان في 2 فلسطينيين راحوا قتلوا سكرتيرة السفير الاسرائيلي هناك، لان ما لقوش لا فلوس ولا حاجة. ويعني حسوا بخيانة كبيرة من الصهاينة. يعني من قديم الأزل تهجير الفلسطينيين ده موجود في الأجندة الصهيونية. بالمناسبة نتنياهو واخد الضوء الأخضر من دونالد ترامب قبل ما يجي لرئاسة الولايات المتحدة، أساسا موجود واجتمعوا مع بعض، واخد منه الضوء الأخضر أو إشارة لبدء المشروع، مشروع تهجير سكان القطاع. الفلسطينيين هيمشوا حاليا من غير فلوس. تاني حاجة، الولايات المتحدة الأمريكية هتساعد الكيان إنها تجد دول بديلة لاستقبال الفلسطينيين، زي
مثلا انهم ابتدوا يتكلموا مع الكونغو ورواندا بحيث ان هم كمان يستقبلوا فلسطينيين. فاحنا بنتكلم ان التأييد الامريكي ده خلى الصهاينة يتوسعوا في عملية التهجير الطوعي. طيب التهجير الطوعي ده ليه كذا مشكلة؟ ايه المشكلة؟ اول مشكلة ان مش كل سكان قطاع غزة عاوزين يمشوا، دي اول مشكلة. تاني مشكلة حماس، يعني قلنا قبل كده ان مش هتقبل بتهجير طوعي للفلسطينيين. اي فلسطيني بالذات اللي هم هيمشوا مثلا على حدود برية مثلا زي سيناء، يعني احنا بنفكر مع بعض، يعني لو الفلسطيني جه الصبح وقال لك انا عاوز امشي، حماس هتتهمه بالخيانة فورا. انت بتبيع ارضك، انت بتصفي القضية الفلسطينية، فممكن يقتلوه. فيعني بعد كده عندك دي أول مشكلة، إن مش كل فلسطيني عايز يمشي. تاني حاجة حماس. تالت حاجة تكلفة عالية وكبيرة جدا. رابع حاجة الوقت، أنت عاوز سنة علشان تنفذ المشروع ده، احنا عاوزين نخلص. ده الكيان بيقول الكلام ده. فإيه اللي بيحصل حاليا؟ اللي بيحصل حاليا إن في كل حتة، يعني مش كل الفلسطينيين عايزين يمشوا، يبقى يجب تدمير قطاع غزة. ده جزء من اللي حصل، تدميره، انه يكون غير قابل للحياة. ما ينفعش يعاد بناء اي حتة فيه. اعادة اعمار القطاع ما تحصلش، اي خطة لاعادة الاعمار ما تتنفذش وما تتمش، وبالتالي يكون سكان القطاع يلزمهم ترك القطاع بأي شكل من الأشكال، لأنه خلاص أصبح غير قادر على استيعاب سكان قطاع غزة. حاجة تانية لازم حضرتك تعرف إن الخطة دي هتؤدي لصدام عسكري مصري إسرائيلي، لأن مصر هترفض التهجير أصلا. زائد إن أنت هنا بتعمل حاجة اسمها تطهير عرقي، يعني بتعمل تطهير عرقي وبتعمل هجرة قسرية، وكل دول العالم بترفض هذا الكلام شكلا وموضوعا، وترفض استقبال الفلسطينيين، لأن ده يعتبر تطهير عرقي من سكان أو لسكان القطاع. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية، أخبار خطيرة جدا. لكن قبل ما نكمل يا ريت تشير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعم الفيديو باللايك الجميل والاشتراك الأجمل. معلومات في منتهى الخطورة وردت إلينا إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اللي خلق في عدة أيام قليلة جدا منذ وصوله لرئاسة حكم الولايات المتحدة الأمريكية مشاكل في معظم مناطق دول العالم. المعلومات اللي وردت إلينا بتتكلم عن أن دونالد ترامب يريد بفن مكر إدارة الصفقات، وهو راجل ذو عقلية تجارية بحتة، يريد أن يخلق سقف عالي جدا يكون أمامه احتمالين. الاحتمال الأول أن ينصاع الأطراف الأخرى فيوافقوا على المعروض من الكيان أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يحصلوا على بعد مفاوضات شاقة طبعا على أقل من السقف اللي وضعه معظم الدول العربية. والخيار الثاني أن يتم تنفيذ ما اقترحه دونالد ترامب أو ما أمر به كقيصر روما، بيبعد تماما كل المجالس المنتخبة اللي موجودة على الأرض الأمريكية، وبيطلع بمنتهى السهولة أمام العالم بيعلن عن قرارات شبه نهائية أو نهائية. نتنياهو لما كان مع دونالد ترامب وكانوا في الغرفة اللي في الأوف أوفيس، لما كان مع نائب الرئيس اللي هو موجود معاه، كان بنيامين نتنياهو مع أهم مساعدي دونالد ترامب وزير الشؤون الاستراتيجية. فوجئ نتنياهو بحجم العرض اللي بيقدمه دونالد ترامب، يعني كان فيه، دي طبعا تعتبر معلومة، هو أعطاه أكثر مما كان يتوقع نتنياهو تماما، وقال له أنا هطلع برا وهقول كذا كذا كذا. فلو شفنا وجه نتنياهو في المؤتمر الصحفي على ردود فعل اللي الخاصة بنتنياهو وهو بيستمع لكلام دونالد ترامب، نحس وكأنه طفل فرح جدا مما يقوله دونالد ترامب، اللي بيديه أكتر ما كان بيطلب، وبيديله الفرصة أنه يقدر يعمل توازن في داخل الكيان.
مع اليمين بقدر يستكمل فكرة تبادل الرهاين، ويكون معاه الوقت ان يلعب لعبة سياسية في داخل الكيان. من يوم 20 يناير تحديدا بدأ الحكم رسميا دونالد ترامب بعد ما أقسم اليمين كل الكوارث اللي احنا شايفينها وكل الاضطرابات اللي في العالم دي حصلت في عدة أيام أو بضع أيام قليلة جدا من حكم دونالد ترامب، وعلى العالم انه ينتظر زي الكلام ده اللي حصل في الايام الماضية لمدة 4 سنين قادمة إذا أكمل طبعا دونالد ترامب مدته الرئاسية. دونالد ترامب يريد أن يخلق واقع افتراضي، عالم من صنع خياله. يعني مثلا من عدة أيام قليلة جدا كل ردود الفعل بتتكلم عن ان مستحيل ان تقبل مصر والاردن ومعظم الدول العربيه باهل وسكان غزه والضفه الغربيه، ويتم اخلاء الارض الفلسطينيه من سكانها. لكن دونالد ترامب يخرج في كل مؤتمر صحفي يتكلم عن ان الدول العربيه ستقبل بالامر الواقع وستقبل بالقرار الخارج من الولايات المتحده الامريكيه او منه هو شخصيا مش من الولايات المتحدة، هتقبل بهذا الأمر وهتسمع الكلام من النهاية. دونالد ترامب يصر على ما ذكروا وما قرروا، وبذلك هو يخلق واقع افتراضي يجعل أي كيان أمامه، خصوصا من الدول العربية أو مثلا من المملكة العربية السعودية اللي هي بتتكلم، أو دول الخليج عموما لما بيجوا يتكلموا عن التطبيع مقابل إقامة دولة فلسطينية، هو بيلغي الفكرة دي من الأساس. لذلك عنده إصرار رهيب وغريب الشكل على أن لا يكون في الوجود حاجة اسمها قطاع غزة تماما على الأرض. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن سيناريوهات كارثية، بتتكلم عن أن شركات تابعة لدونالد ترامب سيتم إرسالها إلى الأراضي الغزاوية، ويتم شراء الأرض من سكانها المحليين سكان القطاع، يتم عرض مبالغ مالية كبيرة جدا أو خرافية على سكان قطاع غزة مقابل امتلاك أراضيهم أو بيع أراضيهم والتنازل عنها وتوفير وطن بديل مع بعض الدول اللي هتقبل أن يكون الفلسطينيين أو سكان فلسطين لاجئين على أراضيها أو سكان أو مواطنين عند الدول دي بمقتضى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم شراء منزل في البلد البديل، وجزء كبير من المال يتبقى عند اللاجئ الفلسطيني يستطيع أن يعيش به في أي بلد يختارها بعد ذلك. الكلام ده هيبدأ التنفيذ على الأرض بالفعل من دونالد ترامب، لأنه باختصار بيتكلم عن أن قطاع غزة سيتحول إلى ريفيرا الشرق الأوسط، ومكان يعتبر أفضل من بعض البقاع في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. دونالد ترامب مصر على الفكرة اللي اتكلم عنها مع الساعات الأولى لبداية حكمه، ومصر على استكمال المخطط اللي قرروا في بداية أو الساعات الأولى لتولي مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية. دول العالم العربي هنا المشكلة الكبيرة الخاصة بدونالد ترامب، زي السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، في شيء خطير جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، هو بيتلاعب بالأمن القومي العربي. يعني مصر والأردن مثلا ما يقدروش، مش بفكرة ان هم مش عايزين، لا، هم ما يقدروش لأسباب لها علاقة ان كل زعيم ليه علاقة بشعبه، شعبه في الداخل بيرفض ان يحدث مثل هذا الاتفاق. فلما تيجي تقول الرئيس المصري مثلا او الملك الأردني افعلوا كذا او غيروا الحدود الإقليمية بتاعتكم او اشتركوا في مشروع ريفيرا في غزة، انت بتطلب منه انك تحرجه امام مواطني شعبه في وضعه السياسي، يعني في أوراق ضغط ترامب لازم
يذكرها زي المساعدات اللي بتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية حوالي $1,500,000,000. انت بتتكلم بجد قيمة مبلغ لا يساوي شيء في الاقتصاد المصري. مصر عندها النهاردة البنك المركزي المصري في احتياطي $47,000,000,000، وتستطيع أي دولة عربية شقيقة أنها تغطي هذه القيمة. المساعدات الأمريكية في حاجة واحدة إن جزء من نظام التسليح المصري بيعتمد على السلاح الأمريكي، الطيارات الهليكوبتر، الطيارات المقاتلة، بعض وسائل الرادارات على النظام الأمريكي، اللي لو وقف هذا الدعم ممكن دي الأسلحة دي تصبح غير ذات قيمة تماما. فده علشان كده النظام الطيران في مصر موجود فيه نظام رافال الفرنسي، وفي نظام مقاتلات صينية ومقاتلات روسية. ما بقاش الرهان على النظام الأمريكي علشان ما تكونش مصر في يوم من الأيام تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية. والأردن كمان وقعت اتفاق ب3.5 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي من عدة أسابيع فقط تم هذا الاتفاق، بحيث أن ما يتمش الاعتماد فقط على التسليح الأمريكي سواء في مصر أو دولة الأردن.